بعد أنباء حبس الطبيب والفنان محمد غنيم 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته الإعلامية رانيا نبيل، وأول تعليق له: تداولت أنباء منذ قليل بتفيد بالحكم على الفنان محمد غنيم بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتهديد طليقته الإعلامية رانيا نبيل بسبب خلافات بينهما. وصرح محمد غنيم بحقيقة هذه الأنباء، وقال إن هذه الأنباء ما هي إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه يتواجد في منزله وما يتردد من أخبار بتفيد بحبسه غير صحيحة تماما. وحددت الدائرة 13 جنايات القاهرة جلسة نظر محاكمة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما يوم 24 يونيو الجاري. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات للفنان والطبيب محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته الإعلامية رانيا نبيل بالجمع بين زوجين بسبب خلافات بينهما. فيما تقدم إسماعيل بركة دفاع المتهم بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر ضد موكله، وتم تحديد جلسة 24 يونيو الجاري. وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أحالت الممثل والطبيب محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وقال محمد غنيم في تصريحات سابقة إنه كان يبحث في الأوراق القديمة واكتشف أن زوجته الإعلامية رانيا نبيل بتجمع بين زوجين في وقت واحد، حيث رأى في شنطتها عقد زواج الأول، وأن وثيقة الزواج مزورة عن طريق مأذون بمحافظة المنوفية. وعندما واجهها بتلك الوثيقة قالت إنها لا تعرف عنها شيئا، وإنها لم تتزوج من هذا الشخص الآخر، وإنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي تثبت صحة أقوالها. طبيب وممثل محمد غنيم هو طبيب باطنة في الأساس قبل توجيهه للتمثيل، حيث شارك في مسلسلات أهل كايرو والصياد ومسلسل الأسطورة ومسلسل لؤلؤ. وبكده الخبر خلص، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.